السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا بجد، وحشتوني قوي قوي. ومتعودت ان انا اعمل لكم كل يوم فيديو بروتينياتي وحياتي، واخدكم جولات معايا في خروجاتنا، واعرفكم على كل شيء انا بعمله. وحشتوني جدا. يا صباح الفل يا صباح العسل على كل المتابعين والمشاركين اللي معايا على صفحتي. بجد انا بشكركم كلكم، ان كل المشاهدين اللي بيشوفوني وبيحفزوني وبيقولوا لي كلام حلو. انا بجد بجد بشكركم، ما تحرمش من وجودكم ابدا ابدا في حياتي. يا صباح العسل على عيونكم، ويجعل ايامكم كلها جميله، ويجعل ايامكم كلها صافيه يا رب بالخير والسعاده. النهارده بقى يا حلوين تعالوا نعمل مع بعض كده فطار جميل مصري اصيل، بجد الواحد نفسه فيه جدا جدا. فقلت اشارككم بيه واعرفكم انا هعمله ازاي. طبعا الواحد هنا مفتقد الطعميه، يعني فين وفين على ما بلاقي محل مصري بتاع طعميه. فقلت اما اعملها انا، ايه المشكله لما نعملها احنا؟ هتبقى جميله وموفره، وهتبقى ايه بيتي وجميله. فقلت اشارككم كده بيها. بس انا هنا كنت بعملها بسرعه، فكنت بصور بسرعه. فطبعا المره الجايه ان شاء الله هصور لكم خطوه خطوه انا بعمل ايه. طبعا انا نقعه من بدري فول مجروش اللي هو بتاع الطعميه ده، نقعاه في الميه بتاع اقل حاجه 3 4 ساعات. المهم ايه، بعد ما اتنقع حطيته في الكبه، صفيته من الميه وحطيته في الكبه. وجبت طبعا اللي هو ال الكرات المصري ده، مش اللي هو براس ده، التاني دوت، الرفيع اللي انتوا شفتوه ده، لقيته في السوبر ماركت وما لقيتش الكرات التاني العريض. فجبته وحطيت عليه عودين خضره اللي هو البقدونس، عودين بساط خالص، وقطعتهم وفصين توم، وبصله متقطعه، وطحنت الكلام ده كله في الكبه ونعمته كويس. عدت عليه كذا مره في الكبه لحد ما نعم خالص. احنا ما بنحبش الطعميه خشنه، بنحبها ناعمه. ورحت عمل لي كميه كويسه، يعني انا عملت ربع الكيس كده، عمل لي كميه كويسه. فحطيته في حافظه في التلاجة وغطيت عليه. ولما عوز هطلع الكميه اللي انا عايزاها، احط عليها الكربونات والتوابل بتاعته اللي هي كمون وكزبره وشويه ملح، وتستطعميها تشوفيها انت بقى. المهم ايه يا جماعه، خدت شويه حطيت عليهم الملح والكزبره والكمون وسنة شطة، يعني بحب انا سنة الشطة دي. وبعدين ايه، وشوية الملح، ورحت عاملاهم فرداهم وعاملاهم بقى ايه طعمية. وبعدين بقى ايه، جبت حتة سمنة بلدي كده، ورحت مفقشة بيضتين بملح وفلفل، ورحت ايه عاملاها. ورحت جايبة جبنة حادقة من اللي جوزي كان شاريها ووريتها لكم، بشوية مش، وقطعت طماطم وشويه زيت زيتون ومعلقتين طحينه. ورحت ايه ضربه الكلام ده كله، اضرب اضرب في بعض. وعملت الفطار الجميل دوت اللي يسد معانا الفطار المصري اللي حسسني ان انا فعلا قاعده عند بيت امي، في وسط اهلي. الواحد بيشارك، بيحب يشارك معاكم الاكلات المصريه الجميله اللي الواحد ما بيستغناش عنها وتربى عليها. طبعا هنا اتغدينا من بره علشان كنا خارجين بقى، قلت زهقت الصراحه كل يوم طبيخ، فقلنا ايه نجيب كبسه وفراخ على الفحم. مش قادره اقول لكم انا بحبها قوي، بحب قوي الكبسه السعودي والرز المندي والاكلات السعوديه الجميله دي انا بحبها جدا، لان انا اصلا كنت عايشه هنا وانا صغيره ومتربيه على الحاجات ديت. فبحب قوي طقوس السعوديين يعني، وعيشه السعوديين. اتغدينا بقى زي ما انتم شايفين، وجبت ملوخيه طبعا مع الاكل. فهاخدكم جوله بقى ايه، ونطلع بره كده نلف في ابها الجميله البهيه اللي كل حاجه فيها ممتعه. ابها على جبال، البلد ابها ديت على جبال. فهوريكم المباني مبنيه على الجبال ازاي، والممشى بيبقى انت ماشي كده، يعني ماشيين كده وتحتكم العربيات، يعني انت ماشي على جبل وتحتكم العربيات ماشية في الطرق تحت، والضباب بيبقى موجود حوالينا في كل مكان. بس هو ما كانش الضباب مش موجود دلوقتي، تقريبا في شهر 3 بيبقى الضباب نازل على الأرض. فه... فهناخد جولة كده مع بعض.
ده بقى ايه مدينة الضباب، ديت كلها كافيهات كده. بصوا كل يعني انت الطرق هنا بتبقى عالية جدا جدا، وتنزل كده وتطلع فوق وتنزل تحت، كأننا في ملاهي بجد. التجربة ممتعة قوي، والطرق شكلها يذهل سبحان الله بجد. دوت كلها كافيهات كده يمين وشمال. الكافيهات بتبقى فوق، انا صورت لكم قبل كده كنت قاعدة في كافيه في مدينة الضباب ديت. منظر بتبقى شايف ابها كلها كده قدامك، بتبقى المنظر ممتع. ومطاعم جميلة. وهنروح شارع، هو شارع مشهور اسمه شارع الفن، مشهور قوي في ابها. كله كافيهات، وبيبقى كله ورد كده وحدايق. بيبقوا عاملين فيه ديكورات في الصيف. يعني مش قادرة اقول لكم المدينة دي اصلا هي ابها صيفية. كل السعوديين بيسيبوا كل البلاد ويروحوا على مناطق الجنوب دي. طلعنا من شارع الفن اهو. لا، ده دخلنا احنا لسه في نصه اهو. ده شارع الفن. بيبقى بقى كله ورد وكل الناس بتروحوا. والسعوديين كلهم في الصيف بيسيبوا كل البلاد ويجوا ابها. بتبقى زحمة بطريقة في الصيف يا جماعة، بتبقى جميلة جدا جدا. انا حبيت البلد ديت. يعني ان شاء الله في الصيف هبقى اصور لكم المدينة عاملة ازاي وكده. هي بس ساكتة شوية علشان خاطر احنا في الشتاء والجو بيبقى ساقعة شوية، علشان هي اصلا يعني تعتبر فوق على جبل، على جبال. كل ابها وبلاد الجنوب دي على جبال. عايزة اقول لكم ان احنا بنبقى راكبين العربية ودننا بتقفل وتفتح تقفل وتفتح كده من الضغط، وانت طالع على الجبل. سبحان الله ماشي على جبل، يعني مش ماشي في وسط طريق تحت، لا وماشي على جبل. ده كده جولة في شوارع ابها. شوارعها جميلة جدا، وبلد مريحة نفسية جدا، وجوها جميل جدا. الجو كان ساقعة شوية. بس طبعا ايه خرجنا واتبسطنا. طبعا كان في ماتش شغال، قلنا نروح نغير الروتين كده ونجدد كده يومنا وخروجاتنا. مش هنفضل كل شوية يعني نخرج في مول، مرة نخرج في حديقة، مرة نخرج نتمشى، مرة نخرج في مول، مرة نطلع ناكل برا. يعني ايه، بحب اشارككم كل جولاتي وكل خروجاتي واعرفكم وتستفادوا مني بحاجة. يا رب اكون اللي بعمله دوت بيفيدكم بحاجة وبيمتعكم بحاجة. انا نسيت اقول لكم زي كل مره، لو اول مره تشوف قناتي ممكن تشترك في القناه وتفعل الجرس وتحط لايك يا جميل. يا رب ابقى بفيدكم باي حاجه، وابقى بعمل حاجه كويسه في حياه اي حد بيشوفني يا رب. طبعا هنا بنلف في البلد. البلد جميله جدا، انا بحبها قوي. ديت داخلين بقى ايه، هنروح عايزين نروح ممشى الضباب. ممشى الضباب ده، انا حلاوة البلد دي والله. المشكلة ان احنا اتأخرنا شوية في الخروج. انا هبقى اصورها لكم بالنهار. بيبان اكتر منظر الجبال، ان انت ماشية كده في وسط الجبال. الطرق على الجبال منظرها جميلة جميل جميل. انا هبقى اصور لكم ان شاء الله مرة هنخرج بالنهار شوية ووريكم تستمتعوا معايا بالمناظر الجميلة. بصوا انا هنا كنت مستمتعة بالجو، والجو كان لسعة البرد دي انا بحبها، يعني مش برد قوي يعني، علشان برضو انا معايا اطفال. بس يعني انت عارفين اللي هي لسعة البرد دي. بحب اطلع ايدي كده، قلت اشارككم معايا واوريكم عن قرب شوية
الطريق والكافيهات عامله ازاي. بصوا 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 الجبال، قطع الحجر. الجبال هنا حجر مش رمل زي عندنا في مصر، الجبال هنا حجاره. سبحان الله. باذن الله ان شاء الله لما نسافر قريب هنسافر بالنهار وهوريكم الطرق عامله يعني سبحان الله بجد. الطرق والجبال الجبال حجاره. يا رب يكون الفيديوهات والمحتوى بتاعي بيفيدكم يا رب. ده ممشى الضباب، ده انا رحته بالنهار قبل كده، كنت نزلت قبل كده فيديوهات عنه بالنهار. المنظر بيبقى تحفة. بصوا اللي فاضي قدامكم دوت ده بيبقى ضباب. تحت بقى بيبقى طريق، تحت على ايدك الشمال ده بيبقى طريق. الكافيه الازاز ده بتبقى قاعد كده وتحتك الطرق، العربيات ماشية، عربيات بتبقى صغننة كده خالص. يعني المنظر بيبقى ممتع، بس مكان مخيف ومليان بقى يا جماعة قرود. ممكن قرد يخطف اي حد، ممكن قرد يخطف اي حاجة معاك. وحاطين على الطرق هنا لوايح ممنوع اطعام القرود عشان مش عاوزينهم يتكاثروا، وحاطين غرامة مش فاكرة كام ريال، 1000 تقريبا او حاجة للي هيطعمهم. هنا الشرطة كانت واقفة في كل مكان. بصوا الجبال في وسط البيوت، جبال جنب البيوت كده. بجد بجد ابهى البهية. مدينة جميلة جميلة بجد قوي. ده كنا ماشيين. بصوا المدينة تحت اهي، دي ابها، واحنا طالعين فوق على الجبل. احنا لو بالنهار كان التصوير هيبقى اكتر. هنا وصلنا شارع الفن. خلاص استقرينا بقى بعد ما خدنا الجولة بتاعتنا. ده هنروح نقعد في كافيه وهنشرب حاجة وناكل حاجة حلوة وكده، ونتفرج بقى على الماتش بتاع هنا الهلال والنصر، زي الاهلي والزمالك عندنا كده. بجد يعني كان ناس كتيرة قوي ومشجعين كتير، وكانت ضجة جامدة جامدة، ستات ورجالة وعوايل بيشجعوا كريستيانو وكده. بس كريستيانو ما جابش ما جابش جوان. مش فاكرة مين اللي كسب يا ربي. الهلال تقريبا، الهلال اللي كسب. ده الكافيه اللي احنا، الكافيه جميل جدا. الممتع ان القعده بره كده. بصوا وجنبك كده الجناين، كأن زي كافيهات مصر بجد، ومشغلين السخانات ديت عشان تدفي الجو شويه، بس الجو ما كانش ساقع قوي يعني. طبعا كنت واخده البطاطين ومدفيه الاولاد وكده، وحاطين شيلان علينا. القعده كانت ممتعه يا جماعه بجد. بصوا الناس كتير قاعده عماله متحمسه للماتش، وكانه بجد كانه الدوري عندنا. ربنا يسعد الجميع يا رب. اتمنى ان انا اكون افدتكم بجولتي ديت، واستفدتوا مني بحاجه ولو بذره بسيطه. محتاجه بقى لايكاتكم ودعمكم واشتراككم بالقناه، وكلامكم الحلو دوت يا احلى مشاهدين في الدنيا. ده طلبت وافل، طلع الوافل بتاعهم فظيع. وجوزي طلب تشيز كيك، وجبنا ايس كريم لبنتي، وجبت لاتيه. الاتنين كانوا حلوين قوي بصراحة. الكافيه ده طلع حلو
احنا جينا فيه قبل كده، بس كان المرة دي بقى قاعدين برا علشان خاطر نتفرج على الماتش، كان شغال. والناس زي ما انتم شايفين بقى بيشجعوا. هتوحشوني جدا، واستنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله، جولات جديدة. مع السلامة.